السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم صلاة الزهراء ننقل لكم الواقع اللي جاي تشتغل في شركة ميم، وأحد المهندسين هنا واقفين. اليوم نسأل المهندسين اللي واقفين هنا هذا العمل اللي جاي تشتغلونه الآن ليش بدون زبد؟ هسه هاي الآلية جاي تبلغ، هاي الآلية جاي تبلغ. ونسأل المهندسين احنا كأخوة اليوم لا ما نعمل بصورة حقيقية ما راح نسيطر على العمل. هذا الشارع اللي جاي تبلطون فيه ليش بدون زبد؟ ها؟ راشي بيدي هذا كلها مرشوشه. لا هذا مرشوش صحيح. هذا بالسياره قاعد يطلع. لا هو المفروض ما يطلع، يعني المفروض اثناء التبليغ اكو زفت. اخواننا الاعزاء اليوم نوصل رساله لشركه نيم وللمحافظ ولشكو مسؤول. اليوم نقول لهم هذا التبليغ جاي يتبلغ بدون زفت. احنا ما عندنا شيء وياكم، عندنا شيء وياكم عاملين؟ ما عندنا شيء وياكم. هذا ما يحتاج له يعني شغله دقائق، وشغله دقائق نجيب له زفت ونزفت. هاي الآلية جاي تبلغ، هاي الآلية جاي تبلغ بدون زفت. وهذا المهندس اللي هنا، هذا المهندس يشوف هنا، هذا اللي عندنا. احنا سألناهم لكن ماكو جواب. هذا اللي علينا. هذا هنا المفروض اخوان احنا مهندسين ونعرف المفروض الزفت ما ينقلع. هذا مجسر الزهراء، هذا ذمه وضمير، هذا بي لازم اكو صيانه. ما معقوله يعني اليوم الزفت قحط الزفت اثناء التبليط او السيارات تنشلع. ليش ينشلع استاذ؟ لا ليش ينشلع الزفت؟ وياك انا ادري بيه، انا اعرف ليش ينشلع الزفت. ليش ينشلع؟ لازم يشبع، صح لو لا؟ مشبع ما ينشلع استاذ بالتايرات، ما ينشلع بالتايرات، ما ينشلع. اكو زفت ينشلع بالتايرات. وودعناكم رحم الله والديكم.